السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. كل سنة وانتم طيبين ويا رب تعود عليكم الأيام بخير، ورمضان كريم عليكم جميعا. معايا هنا بقى 2 كيلو دهن كده من دهن البقر اللي هو دهن الكلاوي. عايزة اقول لكم شوية دهن سمنة بلدي، بس للأسف بقى على اللي حصل معايا فيهم هقول لكم بقى. بس استنوا بس اما اخلص وتابعوا معايا يعني. شِلت بقى منّهم الدم اللي هو بيبقى مجمّد ده أو أي حتّة كده مش عاجباني شِلتها بالسكينة، وشطفتهم بقى بشوية خَل. عايزة أقول لكم مكان إيد بقى أي حد ماسكهم أو تراب أو أي حاجة، شايفين أصلًا الخَل بيّضه إزاي وخلّاه جميل وبيعقّمه كده. جِبت بقى السكاكين الحامية اللي أنا جايباهم، عايزة أقول لكم حاميين أوي وجُمال. وقطّعت بقى كده، سهّلوا أوي معايا وأنا باقطّع كده بصراحة هو كان جامد شوية، بس عامل زي السمنة يا جماعة، باقطّع كده سمنة منّه. عايزة أقول لكم وجود الدهن ده في البيت نعمة، مش كُلّه بقى سمنة يا جماعة، عارفين إن رمضان بيستهلك سمنة كتير أوي، فلأ الدهن ده هيساعد معانا شوية في رمضان. شايفين بقى جِبت السكينة الكبيرة وفرمته كده، فرمته أوي كمان، دي أهم حاجة. المفروض إن أنا كنت خلّيت الراجل فرمه لي، بس أنا حبّيت بقى أشيل أي حاجة منّه مش حلوة، دم والّا أي حاجة، واغسله كويس. وزي ما أنتم شايفين يعني بعد ما غسلته ابيض إزاي وبقى جميل. أنا جايباه من امبارح يعني من بالليل. في فيديو المشتريات بقى إن شاء الله هابقى أنزّله لكم. وحطيته في التلاجة وقُمت بقى من بدري كده بقى عملته. شايفين جماله يا جماعة؟ ده نُص كيلو لبن، نُص كيلو كوبايتين. حطيته وحطيت هنا كوباية مَيّة، كوباية صغيرة يعني شوية في قعر الكوباية دي، وبس كده وولّعت عليه. والسمنة بقى هاسيبها هي في الكيس ده لمّا ما يسيح شوية هنعمله. هنعمل بقى شوية كفتة. عايزة أقول لكم الكفتة خطيرة. هتشوفوها معايا. ده رز أنا طحنته. المفروض إن إحنا لو الكَبّة عندِك مش بتطحن كويس أوي، يعني اشطفيه، اغسليه ونشّفيه خالص على قماشة كده وبعدين اطحنيه. بس أنا جرّبت بصراحة إن أنا أطحن عشان أعمله. أنا كنت هاجيب من تحت من عند العطّار وكده، بس ما لقيتش بصراحة. فقررت بقى إن أنا أطحنه، فانطحن معايا عشان اللحمة كنت جايباها برضه من بالليل وكنت حاطاها في التلاجة. فلو غسلت بقى لسه وعقبال ما ينشف لأ خُفت عليها لا تبوظ. إحنا كده كنا تاني يوم. فطحنت على طول لقيت بصراحة الخلاط برضه عشان أنا جايباه جديد، فجميل أوي وطحن الرز معايا كويس. ودي الكبة برضه الجديدة يا جماعة، شايفين الكبة دي جميلة. عايزة أقول لكم عجبتني أوي. بتفرم البصل مش فرم، مقطّع كده. شايفين جمال البصل؟ لأ عجبتني أوي الكبة، هاعمل فيها كل حاجة يا جماعة. خلاص بقى كده هاحط الرز، هاجيب طبق كبير وقطّعت بقى دي ربطة خضرة، ربطة شبت وربطة كزبرة. وحطيت بقى الكيلو الرز على طبق كبير، هاقلّب الأول الحاجات دي كلّها كده في بعضها، وبعدين أفرمهم تاني بقى في الكبة. ودي معلقة توم كبيرة. حطيت بصلتين متوسطين كده مش كبار، أهم حاجة البصل ما يبقاش كتير. والكيلو اللحمة ودي ربطة بس المفروض كنت كتّرت كمان ربطة عشان تبقى خضرا كده وحلوة، بس ما خُفت أكتّر الخضار أوي. هاجيب بقى قرنين فلفل حاميين كده، ودول بقى شوية كمون حلوين وشوية كزبرة وشوية آآ فلفل وإيه تاني، وكمون. بس كده يا جماعة. هادعك بقى الحاجات دي كويس أوي وحطيت ملح. حطيت كمان شوية ملح أنا عشان برضه ما تعوزش ملح، ما تبقاش دلعة. وهاقلّب بقى التوم كده وهاقلّب الرز في قلب اللحمة، وهاجيب بقى الكبة وأكمّل. عايزة أقول لكم الكبة الحاجات دي الرز كان ما كانتش بتفرم أوي يعني، كانت عايزة حاجة يعني اللحمة برضه مع الرز جامدين، واللحمة ناشفة يعني مش ما كانش في حاجة تلحلح الكبة كده زي ما باقول لكم. فحطيت مَيّة عادي، أنتِ تشوفي اللي قدّامِك تعملي على أساسه. برضه جامدة كده معايا ما بتلفش في الكبة، فحطيت لها شوية مَيّة إيه يعني مش مشكلة خالص. وبرضه عادي يعني كانت معايا جميلة يا جماعة. الكفتة طالعة خطيرة وهتشوفوها، وهاسويها تاني قدّامكم ما تستعجلوش الفيديو طويل شوية مش مشكلة. خلاص بقى كده هاخلّص بقية الكمية كلّها، باحط المَيّة. خدت معايا بتاع كوبايتين ونُص مَيّة مش مشكلة خالص. المهم تبقى معايا حلوة كده، شايفين كده خلّصتها.
وبرضه مش ناعمة النعومية اللي هي يا جماعة بتاع المكنة برضه، هي كانت خشنة شوية مش مشكلة خالص. أنا باقول لكم كل حاجة عشان اللي يعمل ما يخافش وهو بيعمل من أي حاجة. خلاص دعكتها برضه عشان لو في أي حاجة مش يعني مكلكعة في حتة والّا حاجة برضه قلّبتها كويس أوي، والدهن أنا مولعة عليه، كل شوية يا جماعة نقلّب فيه كويس أوي ما نسيبهوش. لو سِبتيه وحسيتِ إن هو لزق في الحلة غيّري الحلة عشان ما يجرالوش حاجة منه. بس كده يا جماعة أنا صبّعت بقى جنب الكفتة كده جنب الدهن عشان إيه ما اسيبوش، بس برضه اللي خلّاني سِبته تعبت من الوقفة وخرجت برّه، فمش معقولة يعني أنتم هتعملوا الكفتة مع الدهن، فأنا مش هيحصل كده أنا معاكم إن شاء الله. خلاص بقى كده أنا حطيت هنا السمنة بقى هاسيّح السمنة وهاحط ييجي كيلو كده وكيلو ونُص سمنة مع الدهن. في المرحلة دي بقى حطيت السمنة، ممكن تنشّفوه شوية عن كده ما يبقاش فيه مَيّة خالص وبعدين تحطّوا السمنة عادي خالص. فهي برضه المرحلة دي كويسة، حطّوا بقى السمنة. عايزة أقول لكم الدهن ده بقى نعمل منّه الرز و والطبيخ، كل حاجة بيتعمل منّه ما عدا الحلويات يا جماعة. آآ يوفّر معاكِ سمنة كتير جدًا في رمضان. هاولّع بقى على السمنة وبرضه هاخلّي بالي منهم أوي. عايزة أقول لكم كانوا معايا جُمال جدًا، بس أنا عملت إيه بقى، إيه اللي حصل معايا؟ في المرحلة دي بقى أنا وقفت جنبهم شايفين، بافضل أقلّب فيهم مش هاسيبهم. المرحلة دي من السمنة والدهن مش هاسيبهم، أنا كده كنت باصبّع الكفتة برّه، بس جيت وقفت جنبهم. لازمًا نقلّب في السمنة والدهن ل لغاية بقى ما يصفوا خالص وبعدين نطفي عليهم وينشفوا ونقعد بقى مكان ما إحنا عايزين. بس أنا بقى اللي عملته إيه، إن أنا نسيت كده كان المفروض يتطفي عليه الدهن، أنا فعلًا طفيت على السمنة، بس أنا نسيت الدهن لإن أنا كنت موطية عليه خالص، شايفين النار مش باينة من الحلة. أنا كده المفروض كنت طفيت عليه بقى، شايفين جمال الدهن عامل زي السمنة إزاي ما تفرّقوش من السمنة. أنا بقى قلّبت السمنة أوي، ولمّا المُرتة أحمرِّت كده طفيت على السمنة وسِبت الدهن يا جماعة، شايفين لونه بقى عامل إزاي؟ هو ما جرالوش أي حاجة بس المُرتة بتاعة السمنة هي اللي احمرِّت مني. أنا دخلت بقى عشان أحمّر الكفتة لقيتني لسه مولعة على الدهن ونفس الشكل كده يا جماعة، بس أنا عالجت الموضوع يعني أنا باقول لكم على كل حاجة بصراحة. خلّصت بقى الكفتة وجيت رُحت طافية بقى عليه شيلته خالص من على النار و وهاعالجه بقى يا جماعة وخلاص. في غلطة كمان بقى أنا عملتها، بس أنا ما كنتش أعرف بصراحة دي تجربة بقى قدّامكم عملي. الكفتة بقى وأنا باحمّرها حطيت في الطاسة هيبان قدّامكم برضه دلوقتي أنا باحمّر الكفتة، أنا كنت جايبة يا جماعة مقصوصة من اللي هي السيليكون. المقصوصة دي يا جماعة لأ ما أرجّحش بيها خالص. أول ما حطيتها في الزيت بقى يرغي زي ما يكون أنا حاطة فوران في قلب الزيت. فأنا بقيت أقول إيه ده الكفتة مثلًا يكون أنا عشان ما يعني عملت الرز مطحون والّا عملت إيه في الكفتة غلط. لأ فك اكتشفت إن هو من المقصوصة يا جماعة. غيّرت بقى الزيت وهيطلع معايا دلوقتي هتشوفوه عامل إزاي. هنعمل بقى شوية سوسيس. عايزة أقول لكم السوسيس ده خطير. عمر ما بياكلش الكفتة اللي هي بالرز، فأنا قُلت له هاجيب لك بقى فراخ وأعمل لك سوسيس، برضه هافرّزها، أفرّز شوية وأعمل له شوية كده قدّامكم في الغدا، كلّه هيبان قدّامكم. جبت بقى مرقة دجاج فورية وحطيت توم باودر وبصل باودر، كنت عايزة أحط عليها جميع البهارات بس خُفت لا يغمّقها، فلأ طلعت بيضة. طلع أبيض أوي يعني. فلو حطيت بقى كاري وكركم والبهارات كلّها كان هيبقى جميل أجمل من كده كمان. بس هو طالع بصراحة جميل، جميل يعني. اللي عايز يجرّبه، يجرّبه على ضمانتي يا جماعة. بس كده هاحط بقى بقية المرق الدجاج وشايفين بقى شِلت دي أول دي أول حَطّة أنا حطيتها معاكم. أول ما حطيت المقصوصة شايفين رَغّة لسه تاني مرّة بقى تشوفوه عامل إزاي. ما كنتش شايفة أصلًا الزيت آآ وما اتحمّرتش، الكفتة ما اتحمّرتش معايا، لغاية ما غيّرت الطاسة كلّها بالزيت. شايفين بقى يرغّي إزاي؟ ده مش رغوة كمان ده فار ووقع على البوتاجاز تاني. فالحمد لله إن إحنا يعني بنعرف نعالج الموضوع، بس أنا اللي زعلانة عليه الدهن يا جماعة.
كان نفسي يبقى أصفر كده زي ما شفتوه في الأول، كان جميل. يلا قدر الله مش هفعل ونتعلم من أخطائنا. جبت بقى هنا النشا بحط عليه 4 معالق نشا. عايزة أقول لكم النشا دي بتخليه يمط كده زي الجاهز. حطيت بقى 3 معالق كبار كده. شايفين بقى العلب بتاعتي الجميلة نفعاني قوي يا جماعة. هصفي فيها السمنة وهصفي فيها الدهن. وحطيت هنا النشا ديا، وفي واحدة كمان زيها حطيت فيها ورق الغار. 4 من دول المربعين دول نفعوني قوي. لسه ما استعملتش المدورين. هو طقم فيه كل العلب. بس كده يا جماعة بقى حطيت النشا وحطيت بصل بودر وتوم بودر ومرق الدجاج فورية. بس كده على السوسيس. والكبة فرماه جميل ازاي منعماه قوي. هنجيب بقى الاسترتش والفه. ما بياخدش اي حاجة يا جماعة، سهل جدا. وكمان خلص لف بقى. اكون مجهزة مية مغلية معايا، هنحطه ربع ساعة بس. وبيستوي وبيبقى جميل. هتشوفوه برضو معايا لما اخلص. ما تنسوش يا جماعة نصلي على سيدنا النبي محمد. ولو عجبكم اي حاجة من المنتجزات اللي انا عملتها جربوها. ان شاء الله تطلع معاكم جميلة. ورمضان كريم عليكم كلكم يا رب، ويخليكم ليا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله كده ودايما داعميني يا رب. بس كده بقى هكمل. انا برضو يعني عملت واحدة واحدة كده. ده في الاول. بعد كده بقى قلت لا انا بقطع استرتش كتير. هحط 2 جنب بعض. والف واقطعهم من النص والف كل واحدة لوحدها. كل ما بتعملي الحاجة يا جماعة ما تخافيش من اي حاجة. اعملي اول مرة وبعد كده هتبقي يعني عايزة اقول لك حريفة فيه. مش هيبقى حد زيك في عمايله. شايفين بقى انا غيرت هنا الطاسة. شايفين بقى جبت المقصوصة التانية. لا بقت جميلة ازاي، والكفتة جميلة معايا يا جماعة. عايزة اقول لكم طعمها خطير. انا جبت كيلو لحمة من عند الجزار. وعملت كله بقى هنا، يعني دي لحمة بقري يا جماعة. اللي عايز يجيبها جملي مش مشكلة خالص يجيبها جملي. او اي لحمة انتوا عايزينها. بس الكفتة طالعة معايا جميلة. مش من اللي هي بتاخد سوا يعني تفضل تسوي فيها ما بتستويش. ولا هي من اللي بتستوي على طول، يعني انا حطيتها الاول في الطماطم. خدت غلوتين جامد في الطماطم وسبتها كمان، يعني نسيتها كمان في الطماطم. وبعدين رجعت زدتها تاني وسبتها تاني استوت في الشوربة. يعني انما اللي هي ما بتستويش دي وبتبوش دي لا مش هي خالص. جميلة قوي معايا. بس يا جماعة كده. خلصت بقى تحمير الكفتة وخلصت السوسيس كله. شايفين جماله. هحطه بقى في المية دي. المية بقى معايا غلت. هحط بقى السوسيس ربع ساعة بس. شايفين الزيت اللي وقع على البوتاجاز يا جماعة، ربنا يعيني بقى في تنظيفه. بس كده هصفي بقى السمنة وهصفي الدهن. وهتشوفوا بقى الدهن معايا. الدهن ما جروش اي حاجة، بس المرتة هي اللي احمرت بزيادة بس. كويس ان انا كنت موطيه النار قوي. انا لازم أن توطي النار قوي وهو بتسيحي الدهن يا جماعة عشان ما يلزقش منك في الحل. شايفين جمال السمنة. سمنة جميلة تسلم ايدي اللي جايباها لي يا رب. هصفيها بقى كده. انا بحب الشاشة دي قوي في تصفية السمنة والدهن بالزيت. بيخليش اي حاجة يا جماعة. شايفين الشوائب اللي بتنزل دي. كل ده بينزل في قلب الشاشة. والسمنة بتبقى صافية خالص. وبتتصفى كويس. عايزة اقول له احنا بنستهتر بالشوائب دي، بس لا انا بفضل الشاشة بلاقي فيها حتت كتير. شايفين بقى بتبقى صافية قوي ازاي وجميلة. ما فيهاش اي مرتة تحت ولا في القعر ولا اي حاجة. بس كده بقى هجيب بقى الدهن. شايفين هو اصفر ازاي وجميل، بس المرتة اللي تحت هي اللي مغمقاه. انا صفيت بس كده قدامكم. وبعدين حطيت بقى ده كله في الشاشة. وعصرته كويس قوي وصفيته مرتين 3 كمان. لا ملى البرطمان عن كده. بعد ما صفيت بقى عشان ما مطولش عليكم الفيديو. خلاص بقى كده كان السوسيس استوى كمان، يعني ربع ساعة بالكتير وبتشيليه. هفكه بقى. شايفين جماله ابيض ازاي. انا كنت خايفة احط البهارات عشان لونه ما يغمقش. بس هو لا لونه جميل. عايزة اقول لكم طعمه بقى احلى واحلى كمان. كفاية ان انت عاملاه بنظافة. وعملته بقى بطماطمايه كده وبصلايه وقرن فلفل. كان خطير. شايفين الدهن جميل ازاي. عايزه اقول لكم العلبه دي كبيره قوي. والعلبه دي اللي تحت منها. فهينفعوني جدا في رمضان. مش هجيب بقى للكحك والبسكوت ان شاء الله. مين يا جماعه خد باله من ايد يوسف عمال يلقط. شايفين يوسف. عمال ياكل في الكفته. عايزه اقول لكم طعمها جميل. هفك بقى السوسيس كله كده من. شايفين لفته.
هاسيبه بقى يهدى كده، وهقطع بقى شوية، وهفرز بقى الكفتة، وهفرز السوسيس، وهعمل بقى شوية رز ابيض، وهعمل الكفتة. انا كنت خلاص فصلت بقى هنا، جبت معلقة توم وقلت له يا فتحي هات لي كيس صلصة من التلاجة، وانا هحط بقى وخلاص. دي صلصة من غير توم ولا اي حاجة، بس كانت قادحة معلقة سمنة كده ومسبكاها. شايفين جمالها؟ حطيت بقى حتة تومة كده وعملتها، ما كترتش السمنة لان هي كان فيها السمنة. وهنا بقى حطيت معلقة دهن من اللي احنا عاملينه. عايزة اقول لكم الدهن مع السمنة بيخلي طعم الرز حلو وبيخليه جميل. فحطيت بقى معلقة دهن وحطيت حبة زيت وعملت. وهنا بقى الكفتة الطماطم كانت فكت، هحط بقى الكفتة على قد الطماطم، عشان الكيس برضو كان حلو كده، فهحط الكفتة لو فات طبق في التلاجة مش مشكلة. هعبي بقى اللي فاضل، عبيت كيس صغير على قدنا وكيس كبير، برضو ممكن اخلي الكيس الكبير ده للعيد بقى، مش هنعمله، هسيبه للعيد ونبقى نعمل الكيس الصغير ده على قدنا. عايزة اقول لكم جميلة طعمها خطير. بس كده بقى هشيل الطبق وهنعمل بقى. انا قطعت هنا طماطمايه وقرن فلفل وبصلايه، هقطع بقى السوسيس. شايفين جماله ما بيفكش ازاي، ومتقطع حتت، يعني عايزه اقول لكم السوسيس سوسيس يعني. النشا كمان مبيضاه، وكمان مدياله مطه كده زي بتاع المحلات، واحلى يا جماعه. وعامل كميه بجد معايا كفايه ان هو فراخ خالص، مش حاطه عليه اي اضافات تانية، مش حاطه الا بصل بودر وتوم بودر بس، ومرقه الدجاج مدياله طعم جميل. بس كده يا جماعة بقى هحط معلقة زيت أو معلقة سمنة، وهشوحه الأول عشان يديله لون كده. شايفين بقى كل ده وأنا سايبة الكفتة في الطماطم، ما جرالهاش أي حاجة وجامدة لسه كده. أنا كانت جامدة جامدة يعني. فهغطي بقى عليها واسيبها تستوي، وهزيد أحط كمان شوية مية لما يقلبوا، وبعدين أطفي عليها. وهتشوفوها بقى في الآخر وأنا بقطعها جميلة ومستوية، ومش سايبة كده في المية ولا أي حاجة. خلاص بقى عبيت السوسيس وعبيت الكفتة وقطعت الطماطم. شايفين جمال الكفتة؟ انا طفيت بقى عليها كده وسبتها بقى في الشوربة بقى، ومغطية عليها وكل حاجة. حطيت بقى معلقة زيت ذرة وهشوح بقى السوسيس. شايفين جماله؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم يا جماعة، وما تنسونيش باللايك والاشتراك، وتصلوا على سيدنا النبي محمد، وتعملوا الحاجات الجميلة دي لرمضان. كل عام وانتم بخير يا رب. وتجربوا بقى الدهن والسمنة، عايزة اقول لكم فظيعة. يعني هتستفادوا منها قوي في رمضان. اللي ما بيحبش الدهن ده او ما عملوش قبل كده، عايزه اقول لكم زي السمنه، ولا له طعم ولا ريحه ولا اي حاجه. ولما ساح لو سيحتيه لوحده كده من غير، انا الاول بصراحه كنت بحط عليه زيت، فعملته مره بالزيت، فبصراحه يعني بعمل منه الطبيخ وكده، ما عجبنيش، والزيت كتير كده انا ما بحبش الزيت بصراحه. فلما جربته بقى بالسمنه، لأ خطير وعامل زي السمنة البلدي لمّا ربط بقى معايا. هاوريه لكم بقى لمّا ربط وجامد كده لنفسه، هابقى أوريه لكم وأنا باعمل منه بقى. بس الغلطة اللي أنا عملتها فيه دي بقى أنا زعلانة أوي. أنا بجد يعني طفيت على السمنة وإكمني كنت باعمل الكفتة برّه، سِبته و و يعني النار مش باينة، فما باحسب إن أنا طفيت عليه. يالّا بقى قدّر الله ما شاء فعل والحمد لله. شايفين جمال السوسيس؟ عايزة أقول لكم عملوا طبقين حلوين، مع إن أنا مقطّعة شوية صغيّرين. الكيس اللي أنا سايباه ده هابقى أشيل منه بس كده، هاعمله على مرّتين، لإن أنا مقطّعة شوية صغيّرين وعاملين كمية معايا حلوة إزاي. بقى عشان عمر ما بياكلش الكفتة، عملت بقى طبق رز أبيض وطبق كفتة. شايفين جمالهم يا جماعة؟ بس لسه بقى ما عنديش مخلِّل، هاستنى شوية كده وبعدين نخلِّل عشان يلحق رمضان ويبقى حلو على رمضان. شايفين جمال الكفتة؟ ولا أي حاجة، جميلة إزاي. هاقطعها برضه معاكم وتشوفوها. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك للفيديو يا جماعة، وتدعموني على قد ما تقدروا، لإني تعبت أوي في الفيديو ده. ربنا يخليكم ليّا يا رب، وما يحرمنيش منكم أبدًا. وشكرًا على الناس كلها اللي بتكتب لي، ربنا يخليكم ليّا. شايفين جمال الكفتة؟ خطيرة، طعمها خطير. والسوسيس كمان بجد جميل أوي، عجبني. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش باللايك يا جماعة.
السلام عليكم.